فجأة بسمع صوت صرخات. خفت خفت كتير، وتسطحت على تختي وغطيت حالي بالحرام حتى ما أشوف شي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي خليل من سوريا، مقيم بتركيا حاليا، عمري 31 سنة، بشتغل عامل عادي. بلشت قصتي عام 2014 ورح أدخل بقصتي فورا. بعد الحرب بسوريا والدمار والخراب والقصف، قررنا أنا وأهلي نلجأ لتركيا، ولكن كان من المفترض يطلع أول شي الشباب، نأمن السكن والشغل، وبعدين نبعت على أهلنا. فما رح طول عليكم أكتر، طلعنا أنا وأخي أكبر مني بسنتين، وصلنا الحدود، وكنا عم نحاول ندخل تهريب مثل ما دخلوا أغلب السوريين على تركيا. وكان في ناس كتير بدها تدخل معنا، وبعدين سنحت الفرصة وبلشوا العالم ينطوا من النفق ويدخلوا. بهاي اللحظة فقدت أخي وما عاد شفته من الزحمة والركض، والجندرمة التركية لاحقيننا. هون أنا ركضت ودخلت بغابة مشان ما انمسك، وارقد ارقد لحتى لقيت حالي بغابة كبيرة ماني عرفان كيف أطلع منها. بس الحمد لله كان في معي مي وأكل. وعدت الساعات وما لقيت أخي، وتعبت كتير كتير، حتى مثل عيني وإجا الليل. فقررت إنه أتسطح شوي. سطحت جنب شجرة كبيرة وحطيت شنطتي تحت راسي ونمت، وما فقت لحتى لقيت الشمس ضاربة بوشي. قمت طلعت على يميني لقيت أخي متسطح جنبي. قلت له كيف عرفت مكاني؟ منيح لقيتك، كنت خايف إنه يكون البوليس مسكك. قال لي أنا كمان هربت وجيت من هذا الطريق، شفتك سطحت جنبك. المهم رحنا أنا وياه على الجراج، قطعنا وكانت بوجه مدينة بورصة عن بيت خالي. طلعنا بالبولمان، كان شبه فاضي، إلا 5 أو 6 أشخاص معنا، وكان طريق الوصول لبورصة بيطول 12 ساعة. قعدنا فيهن أنا وأخي ناكل ونشرب ونحكي لحتى وصلنا على كراج بورصة. نزلنا من الكراج، موبايلاتنا ما كان فيها تغطية لأنه خطوط سورية مثل ما بتعرفوا يعني. وبالصدفة شفنا شخص سوري، قلنا له ممكن نحكي من عندك مكالمة. رحب فينا الشاب وأعطانا نحكي تليفون مع ابن خالي، وحكيت معه. قال لي أعطيني شوفير تاكسي أحكي معه. حكى مع شوفير التاكسي باللغة التركية وقال له إنه يوصلنا على هذا العنوان وهو راح يكون ناطرنا. طلعنا أنا وأخي وعطينا التليفون لصاحبه وشكرناه ومشينا. وصلنا عند ابن خالي، شفته ونزلنا، حاسبت التاكسي ومشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على سلامتك. وين عبد الرحمن؟ ليكم انك شايفه ولا عم تمزح؟ طلع فيني، بدك تاخذني بالعبطة؟ وينه؟ لك ليكو. وعبد الرحمن واقف ما عم يحكي. حاجتك بقى، وينه؟ خالك عم يستناكم جوا. طلعت على عبد الرحمن مشان اسحبه لعند ابن خالي، ما لقيته. لك والله عم تحكي جد ما شفته؟ لك انت نزلت لحالك من التاكسي؟ انا هون انصعقت وصرت طلع يمين ويسار وماني مصدق. تا امشي على البيت وبنشوف شو رح نعمل. لا ما بدي روح، بدنا نستنى عبد الرحمن. هلا بنضيعه. خلص امشي هلا ونفكر سوا. رحنا على بيت خالي وسلمنا على الجميع، وقعدت حكيت لهم القصة كلها. لك يا خليل والله ما كان في حدا معك وقت نزلت من التاكسي. لك كيف صار هيك؟ انا عم توهم يعني؟ جوز هاد من الخوف والتعب صرت تتوهم وتتخيل. لك والحكي اللي حكيناه مع بعض على الطريق والاكل والشرب، هذا شو؟ رد علي خالي وقال لي روح نام هلا، وبكره لكل حادث حديث ونشوف كيف رح نوصل له. قمت انا وابن خالي على غرفته وتسطحنا. ابن خالي نام فورا، انا بقيت اتقلب وفكر، وما كان يجيني النوم لحتى أذن الفجر. هون قمت اتوضيت وصليت ونمت. بعدها حسيت في حدا عم يسحبني من اجري. فتحت عيوني لقيت اخي عبد الرحمن متسطح تحت التخت. عبد الرحمن، لك انا بعرفك انك هون وعم تعملوا فيني مقلب، قطعتولي قلبي. قمت لعند ابن خالي وضربته بكف وفيقته. ليش كنتوا عم تكذبوا علي؟ هاي عبد الرحمن. وينه؟ ماني شايف شي، لساتك عم تتوهم. طلعت ما لقيت عبد الرحمن. طلعت تحت التخت ما لقيته. اغمي علي فورا. فقت بعد فترة قصيرة، كان خالي عم يرش على وشي المي. قعدت وصرت ابكي. طول بالك يا ابني، بجوز انت تعبان ومن خوفك على اخوك عم تتخيله قدامك. انا انربط لساني، ما عاد اعرف شو احكي. وبلش خالي اتصالات هون وهون وهون، عم يسأل على عبد الرحمن، ولكن بدون فايدة. وانا التعب والهم والدموع ما كانوا يفارقوني.
وبعد فترة 20 يوم من غيابه ابن خالي كان عم يتصفح فيسبوك، شاف صورة أخيه بمنشور مكتوب عليه وجد في غابات تركيا حور كلس متوفي رحمة الله عليه، وكاتبين اسمه. وصلني الخبر مثل الصاعقة، أنا هون اتدمرت وما عاد لي سند بهالحياة. وعدت الليالي، بعد فترة كنت قاعد الساعة 2 بالليل عم اتذكره وشوف صوره، فجأة بيطلع بوجهي. أنا مترعبة وخوف، غمضت عيوني ورجعت فتحت، قلت عم بتخيل، لكن ما راح. وعيونه وأنفه كانوا عم ينزل منهم دم. وقال لي عبد الرحمن راح اخذ لك روحك مثل ما اخذت روحي. كيف أنا أخذت لك روحك وأنت أغلى من روحي يا أخي؟ تركتني وهربت لحالك وما طلعت وراك. فكرتك جنبي عم ترقد وما انتبهت إلا وأنا لحالي. انا لحقتك بس كنت انت اسرع مني وضيعتك وضعت بالغابه من الجوع والعطش. تعبت وما لقيت حد يساعدني ومتت. والله العظيم مو بقصدي، أنا مو بقصدي. هاد ذنبك، لازم تتحمل طلوع روحك. هون عبد الرحمن قرب علي ومد ايده اللي كانت طويلة كتير وبلش يغز اظافره بصدري. هون انا صرخت واجا ابن خالي وقال لي شباب شو صار معك؟ لك عبد الرحمن كان هون، كان رح ياخد روحي. استهدي بالرحمن وتعوذ من الشيطان وادعي له الله يرحمه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يرحمك يا اخي يا ضوي عيوني. وضليت فترة اسبوع على نفس الحالة لحتى اجا خالي وجايب معه شيخ راقي شرعي، وبلش يسألني الشيخ شو صاير معك يا ابني، احكيلي بالتفصيل. حكيت له كل شي صار معي. الشيخ بلش يقرأ علي قرآن، وبعد ما خلص قال لي انت يلي عم تشوفه هاد قرين اخوك، لازم تضل تقرأ قرآن وتضل عم تصلي وتذكر ربك لحتى يروح عنك. بلشت صلي ليل ونهار اسمع قرآن، لكن مجرد انه اكون قاعد من دون قرآن يطلع لي. وصار معي مرض نفسي، وبليلة من الليالي كنت نايم وسمعت حركة بالغرفة. حسيت طلعت، طلع عبد الرحمن طالع من الخزانة لابس كفن وطالعين ايديه طوال منه، وعيونه وانفه عم ينزل منهم دم اسود اسود لزج. وجنبه كائن غريب عيونه بالطول وشعره طويل ووسخ كتير واجريه مثل اجرين الحصان. قام عبد الرحمن اشر علي وقال له هاد هو، وصاروا يضحكوا هجم علي الكائن وبدأ يضربني وانا عيط ما حدا يسمعني. مسكوني عبد الرحمن والكائن الغريب يلي هو مثل الشيطان، وكل واحد من اجر بلشوا يشدوني يسحبوني واخذوني على الحمام وهن عم يضحكوا. وانا اقول له لعبد الرحمن لك انا اخوك خلصني من هذا الكائن. انت يلي قتلتني، راح اخذ روحك هلا وراح اعيش انا وتموت انت. شغلوا علي المي السخنة وبلش جسمي ينحرق وصار جلدي يقشر وينزل دم، والكائن يصرخ صرخات بإذني بتموت حتى أغمي علي. وفجأة بفيق على صوت ابن خالي خليه شباب شو صاير معك؟ ليش نايم بالحمام؟ شو جابني لهون أنا؟ شو جابني؟ أنا بحقيقة ولا بكابوس؟ ما عرفت حالي أنا كنت بكابوس ولا بحقيقة. وجودي بالحمام يعني حقيقة، بس جسمي ما فيه شي يعني أنا بكابوس. أنا نفسيتي تعبت يا ابن خالي، نفسيتي تعبت. وبعدها أخذني ابن خالي ورحنا على الشيخ، وبلش الشيخ يقرأ علي آيات من القرآن، وأعطاني وراق مكتوب عليها قرآن، وقال لي بتحطها بمي وتشرب منها لمدة 3 أيام، ومن بعدها إن شاء الله ما بتشوف شي. عملت مثل ما قال لي الشيخ لكن من دون فايدة. ورجعنا غيرنا الشيخ ورحنا على واحد تاني، أعطاني شقفة نحاسة وقال لي خليها على طول معك وخليك عم تذكر الله. ورجعت على البيت قاعد عم فكر بأخي وكيف هيك صار معنا. فجأة بسمع صوت صرخات، خفت خفت كتير وتسطحت على تختي وغطيت حالي بالإحرام حتى ما أشوف شي. بعدها وقف الصوت، كشفت عن وشي لقيت كلب أسود كبير كتير عم يلهث وينزل من تمه دم وبلش يعوي حتى ظهر أخي والكائن الغريب يلي شبه الشيطان. واجتمعوا علي وبلشوا يضربوني من كل مكان حتى ما ضل مكان إلا وضربوني فيه. وبعدها سحبوني لبرات البيت
والشوارع كانت كلها فاضية ما فيها حدا، والدنيا عتمة كتير، حتى وصلوا فيني على المقابر بلشوا يحفروا بالأرض وأنا مو حاسس بجسمي أبدا، والخوف متملكني تماما، وحطوني بالحفرة وخلوا بس راسي برات التراب، وهجم علي الكلب وبلش يعضني من أذاني حتى قطعهن، وصار دور الكائن الغريب يلي شو ما عرفت، بس على الأغلب شيطان وحط أظافره بعيوني وسحبهم. ما عاد شوف شي أنا. وإجا أخي صار يضربني حتى حسيت بروحي عم تطلع لفوق، وبعدها صرت شوف حالي مدفون بالتراب وأنا فوق بالسما، يعني انفصلت الروح عن الجسد. شو هاد؟ معقول أنا متت؟ لا. طيب كيف هيك أنا فوق وتحت بنفس اللحظة؟ جسمي تحت وروحي فوق، عم شوفهم كيف عم يعذبوني. وفجأة أخي بيطير وبيجي لجنبي وبيقول لي هي قتلناك واخذنا جسمك وبقيت روحك وروح اخذها هلا. بترجاك يا أخي، بكفي. وفقت من الكابوس اللي كان رح يموتني لو بقيان نايم دقيقة زيادة، وكان جسمي كله عم يجعني، بس من شو مو عارفان، بس يمكن من الضرب اللي ضربوني اياه. وبعدها رحت كمان على غير شيخ وما استفدت شي، وما خليت شيخ وما رحت عليه، ولكن من دون جدوى. حتى فكرت اني انتحر واخلص، وكانت الفكرة تراودني كتير، وكان في صوت براسي بشجعني عليها كتير. وبيوم من الأيام طلعت على البلكون ورفعت حالي وأنا ناوي إنه انتحر، لقيت خالي ماسكني وعم يهدي فيني، وسمعت كذا مرة حديث بين خالي وابنه إنهم بدهم ياخدوني على المصح، يعني مشفى المجانين، ولكن بالأخير ما كانوا يتفقوا. وهلأ رح أنهي لك القصة لحد هون، لأنه إذا رح ضل أحكي لك القصص يلي صارت ممكن يطول الشرح كتير، وأنا لحد اليوم عم عاني وما عم لاقي حدا يساعدني. وبشكرك كتير يا أستاذ بلال إذا بتنشر قصتي ويشوفوها المتابعين، يكون شي حدا منهم مر عليه نفس قصتي ويعرف العلاج ويخبرنا فيه. وبالنهاية الله يحمي الجميع ويخليكم ويحفظكم، وسلامي لكل حدا سمع قصتي ورفع ايديه للسماء ودعا لي بالشفاء.